مرة تانية ووصلنا معاكم لركننا الحواري والفاعلية الشخصية. ازاي يكون الفرد فعال في المجتمع، أهمية هذه الشخصية، وبوادر ودوافع تكوين الشخصية، ازاي تكون شخصية فاعلية في المجتمع. ومحاور كتيرة هنتكلم فيها النهاردة مع ضيفنا العزيز، الحقيقة اللي بقى مشرفنا دايما كده مرة كل شهر مع الدكتور مصطفى عثمان الخبير التنموي. صباح الفل يا دكتور. صباح الخير يا فندم، كل سنة منورنا. وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. وكل سنة ومصر بخير بمناسبة الأيام اللي احنا بنعيشها، عيد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد. ربنا يا رب يعيد علينا الأيام كلها بخير، إن شاء وعلى الله. مصرنا بالرخاء والسخاء إن شاء الله تعالى. يا رب إن شاء الله. دكتور، بداية نتكلم عن إيه هي الشخصية الفاعلية يعني؟ هل هي الشخصية الفعالة في المجتمع؟ هو عامة أنا بحب دايما لو أنا بتكلم في هذا الصدد إن أيوه. أنا أذكر ان قد يكون الشخص فعال وقد يكون الشخص خامل او كسول، آه. حتى بتبان آه. في السمات الشخصية للشعوب، مش على مستوى الافراد بس. يعني بالتضاد يظهر المعنى. طبيعي. آه. حضرتك يعني مثلا لو احنا ذكرنا قصة الشعب الياباني، مم. بان ازاي يتحول من خسارة في حرب آه. الى انه يبقى آه، الشعب اللي بيملك الاقتصاد الثالث في العالم، وقبل كده كان الشعب اللي بيملك الاقتصاد الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. لأنه هو يدرك تماما أنه هو شعب يعني كل ما تمتلكه اليابان هي القوى البشرية. لأن اليابان زي ما حضرتك تعرف أنها بلد فقيرة جدا في الموارد الأساسية، طبعا. وأنها لا رأس مالها الوحيد هو العنصر البشري. ورغم هذا ان العنصر البشري يعني في مشكلة، ان كانت في مشكلة بيواجهها الشعب الياباني او دولة اليابان، مم. بانها تبقى في حاجة اسمها شيخوخة المجتمع الياباني بعد فترة معينة. مم. يعني معناها ان زيادة نسبة السكان، نسبة الشعب اللي بتزيد عن 60 سنة لحوالي 20% في فترة من الفترات، وازاي يتغلب عليها، مم. وازاي يعوض النقص في الموارد البشرية دي بأنه هو يمتلك تاني أكبر دولة تصنع الروبوتات وتمتلكها من أجل أنها تحل هذه الروبوتات محل العنصر البشري. معناها أن العنصر البشري هو اللي بيحدث التنمية. مم. طبعا طبعا. وبناء عليه أي استثمار خارج نطاق العنصر البشري مم. ما يبقاش استثمار حقيقة أو له مردود. يعني أنت ممكن مفيش تقدم في التقنيات المعلوماتية إلا بالعنصر البشري، رغم أن التقنيات المعلوماتية قد تكون هي الأداة المهمة دلوقتي في التنمية، مم. ولكن هي بتشتغل بمين؟ بالعنصر البشري. بالعنصر بالإنسان لازم. البرمجيات اللي بتتم لهذه التقنية من مم. خلال مين؟ من خلال العنصر البشري. مم. فالعنصر البشري مهم جدا ان انت تبقى تتحول من شخص آه، يعني مش عايزين نقول لا قيمة له إلى شخص له قيمة يضيف إلى المجتمع. يعني مهما كان التقدم والتطور، اسمح لي يا دكتور مصطفى، في الآلة اللي احنا شاهدينها دلوقتي، الآلة تطور في يعني في الآلة بالذات أيا كان في أي مجال يا دكتور مصطفى، الوصول إلى الإنسان الآلي كمان، لكن لا غناء عن تطوير الشخصية في الإنسان نفسه. فندم، طبيعي هو الإنسان أصلا يعني هو وإن هو اللي بيحدث هذه التطوير. أيوه. لولا البشر ما كان التقدم التكنولوجي، طبعا. لولا البشر ما وصلنا إلى درجة اللي احنا عليها من الرفاهية. صحيح. فلا بد أن يكون هذا البشر هو محل اهتمام، أو لابد أن هو يتطور، هو الآخر. مم. وأنا أذكر ده، حضرتك فكرتني بشيء مهم جدا. اتفضل. إن لم تزيد على هذه الحياة فأنت زيادة على هذه الحياة. الناس عالة. يعني فأنت لابد انك عالة. انت تصنع، مم. تسعى الى انك انت تحدث فرق في العيش عشان تبقى انت تستحق هذه الحياة. صحيح. ففعالية الشخصية بسمات معينة لابد ان هو يكتسبها الفرد. مم. من ضمن هذه السمات اللي هي حضرتك ضرورة التصميم، ان هو مم. الشخص لابد ان يكون لديه صفة ان هو يواصل الرغبة في تحقيق اهدافه. مم. وطبعا هنا في مسألة تحقيق الأهداف
ان مفيش فرد يستطيع ان هو يعيش بدون انه يكون له هدف طبعا. او يحقق مجموعة من الاهداف. مهم. الاهداف دي ما بتتمش بشكل عشوائي. الهدف ليه خصائص لابد انك انت تحددها في هذا الموضوع. مهم. يعني لابد ان يكون الهدف محدد دايما. يعني على سبيل المثال ان هم دايما بيسموها في علم او في العلوم البشرية اللي هي سمارت جول. يعني ان انت لابد ان يكون الهدف آه، مختصر لكلمات معينة باللغة الإنجليزية تكون في مضمونها اسمها سمارت. مم. وسمارت يعني ذكي. ايوه. ولما نقول سمارت جولز يبقى الأهداف الذكية. ذكي. مش كل هدف يمكن تحقيقه، بمعنى أنه لابد أن يكون هناك هدف محدد اللي هو سبيسيفيك جول. جول. والهدف هذا الهدف المحدد لابد أن يكون مقاس، بمعنى أنك أنت يمكن قياسه وأنت بتطبقه. ميجرابل يعني اللي هي التاني حرف من كلمة سمارت. مهم. ولابد أن يكون قابل للتطبيق أو واقعي. وده برضو الكلمة اللي هي باللغة الإنجليزية اللي ممكن تؤدي إلى هذا المعنى الشيبابل، يعني قابل للتطبيق. مهم. وفي نفس الوقت إن هو يكون مقاس بزمن يعني. اه. ف- فنضرب مثال عشان نوضح نعم. للمشاهد. واضح. صحيح. اتفضل. لو انت عندك هدف، مثلا انت صاحب متجر الكتروني مم. وعاوز تزود مبيعات المتجر ده، في اخر تقارير بتقول لك نسبة المبيعات مش بسيطة او مش مرضية. مم. فانت بتحط هدف معين بانك انت عايز عايز تزود. تزود المبيعات حتى تصل الى ربحية تقدر بواحد ونص، يعني 150%. مم. فده يكون خلال سنة معينة. فانت لو قلت ان الهدف ده لو احنا عملنا او اخضعناه للتطبيق لكلمة ان لابد ان يكون هذا الهدف محدد، مم. وهذا الهدف يقاس، وهذا الهدف قابل للتنفيذ وفي مدة معينة لتحقيقه، هتجد انك انت بالفعل كان هدفك المحدد ان انت تحقق ربحية معينة صحيح. وخلال فترة معينة اللي هي سنة. مم. وممكن قياسه ان انا هصل بنسبة 150% بعد قد ايه. مم. فده نوع الهدف. فازاي بقى انت تبقى عشان تبقى شخصية فعالة، لابد انك انت تكون قادر على صياغة اهداف معينة بتخدم عملك. مم. وعشان تبقى قادر على صياغة هذه الاهداف لابد انك انت تعرف ازاي تسجل هدف معين وازاي تنفذه وازاي تطبقه. جميل. في مفهوم يعني اذكر برضو احد يعني الفلاسفة زي زي ستيفن كوفي مم. قال ان الاهداف دي ممكن تكون محض خيال ان لم تطبق، يعني طبعا. بمعنى اه. وفي بعض يعني بعض الاشخاص قال لك ان الاعداد هو الاعداد هو مفتاح النجاح. مم. ده جورهام بيل. فعاوز اقول او اخلص من كلامي الى ان انت لابد ان انت تخطط لتحقيق اهدافك المعينة. ما جميل. تبقاش يبقى التصميم من خلال ادراكك للوصول للاهداف اللي انت بتخطط لها، مم. وتتغاضى عن الاهداف اللي ملهاش قيمة او الاقل اهمية بالنسبة لك مم. او الرغبات العفوية. طيب يا دكتور، يعني خليني اخد من كلام حضرتك يعني احنا عايزين بقى نكون الشخصية الفعالة. فأكيد في مهارات لتكوين هذه الشخصية الفعالة في المجتمع. طبعا حضرتك احنا قلنا لابد ان تكون هذه الشخصية مثابرة، بمعنى انها تصل مم. الى اهدافها بشكل سهل، صحيح. تتخلى عن اهدافها الاقل، ودائما تتخلى عن الرغبات العفوية لديها. بمعنى انها يعني هو له هدف معين حدده على سبيل المثال لا الحصر. ده حتى بس مش في الشخصية، ده ممكن تكون احنا هنا في مصر على سبيل المثال. المفروض الهدف الاول والاخير عندنا هو الهدف بالوصول الى رؤية مصر في 2030. المفروض ان كل الاشخاص المجتمعات سواء كانوا فرادى او مؤسسات عندهم اجماع على ان 2030 دي لها ده هدف استراتيجي لابد الوصول اليه بتكتيكات معينة. حتى ولو اختلفنا في فكرة الوصول الى هذا الهدف، ولكن في حد ذاته مع اختلاف الفكر
لابد أن نصل إلى 2030 اللي هي رؤية مصر في استراتيجية مصر في 2030. ده على المستوى القومي. ممكن تجد مثلا على المستوى القومي في دولة من الدول يعني مثلا لو سمحت لي اتفضل. ان احنا مثلا نقول دولة زي اسرائيل، رغم ان هو مش دولة يعني جيب استيطاني بالنسبة مش وطن يعني بمفهومه اللي هي دولة وظيفية، بتجد انها هدفها انها تصل الى اسرائيل العظمى. ودي يعني حتى دلوقتي حتى مفهومها ان اسرائيل العظمى الدولة التي تمتد من الفرات الى من النيل الى الفرات، ولكن تغير هذا المفهوم لانها مش هتقدر تحقق ده، ولكنها تبقى عظمى بانها تكون كيان اقتصادي يعني بيخضع كل الدول اليها، فهي بتبقى عظمى من هذا الشكل. ده هدف في حد ذاته، سواء كان هذا الهدف هدف مستحيل التحقيق التحقيق. او هدف واقعي انك انت ممكن تحققه. فالوصول الى الاهداف بيكون بالتخطيط، والتخطيط ده بدونه تبقى الاهداف مجرد محض خيال يعني. يبقى كده المثابرة، نتسم هذه الشخصية الفعالة بالمثابرة والوصول للهدف. طبيعي. والجزء الثاني بقى الخاص بالثقة بالنفس. اه. والثقة بالنفس بينها وبين الغرور يعني مسألة شعرة معاوية. شعرت معوية. مم. لكن لو قلنا المفهوم الصحيح للثقة بالنفس هي مجموعة الأفعال اللي انت بتصل بيها إلى الآخرين. يعني معناها ان انت لابد ان تكون إيجابي وتصل إلى الآخرين. ودول على فكرة الوصول إلى الآخرين عن طريق انك انت بتقدم المشاعر اللي بترضيهم، مش بمعنى انك انت تصل كمية الثقة بالنفس ان انت تصل الى حد الغرور، الا ان انت الكائن الاوحد في هذا الارض، انك انت ممكن تبقى يعني تبقى ايجابي تحدث عند الناس فارق، بمعنى انك انت يكون رصيد الانفعالي للاخرين بالنسبة ليك كشخص كبير جدا، بحيث ان انت فيك الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية دي انك انت ممكن تغلط، لكن المسموح في الخطأ ان الرصيد الانفعالي لدى الاخرين كبير، فيبقى عن طريق الخصم والاضافة زي الموازنة كده، ان انت بيبقى رصيدك اكبر عند الناس. فالثقة بالنفس دي من العوامل اللي هي بتعزز الشخصية الانسانية او بتديها فعالية معينة. برضو من الإيجابية في حد ذاتها دي حضرتك إنها من الأشياء الصفات البشرية التي تكمن في تنمية الشخصية المصرية، في تنمية الشخصية إنك أنت تكون إيجابي، بمعنى إنك أنت بتغير نظرتك للأمور. زي إيه؟ يعني على سبيل المثال امبارح كنت بتحدث إلى يعني شخص جيد جدا، فبقول له مساحة التفاهم بيننا كانت كبيرة جدا، وأنا على مدار الأيام بشعر بأنها تتناقص، إحنا بنختلف كتير. فقال لي طب ما تقولش ليه إن هو تكامل مش اختلاف. فشوف بقى نظرته للأمور بشكلها بقت إزاي. أنا ببصلها على إنها اختلاف، والاختلاف يؤدي إلى الفرقة، ولكن هو ينظر إليها على أنها هي تكامل. فده مفهوم جيد جدا، اللي هو أن هو ينظر إلى الأمور بهذا الشكل. جميل جدا. فدي من الصفات التانية للشخصية الفعالة. نعم. طيب. اتفضل يا دكتور. فحضرتك لابد أننا نحرص على أنك أنت تكون واثق من نفسك. ثقة بالنفس لا تؤدي إلى الغرور، ولكن ثقة بالنفس تؤدي إلى نقل المواقف منك إلى الآخرين بشكل إيجابي أو بشكل يزيد عندهم رصيدك الانفعالي. إذا اكتشف الإنسان يعني نقاط القوة والضعف في شخصيته، فأعتقد ده هيكون برضو معول كبير جدا للوصول للشخصية الفعالة يا دكتور. طبيعي يا فندم، هو ده حاجة اسمها تقييم الذات. ان انت يعني لابد انك انت تخضع تصرفاتك الى التقييم المستمر من اجل التحسين. ده حتى مش في الشخص بس، دي في كل النظم. ان انت ما ينفعش ان انت تترك نظام الى ان هو في حاجة اسمها تقادم النظم، وحتى تقادم التصرفات. ده صلاح بيه
يعني مثلا على سبيل المثال ان انت ما ينفعش ان انا ادي نفس الاعمال واحصل على ذات النتائج. طبيعي ده منطقي ان انا ادي نفس الاعمال اليومية فبالتالي هحصل على ذات النتائج. ده يبقى من الغباء ان انا لو ادركت ان انا ادي نفس الاعمال واحصل على نتائج مختلفة. مم. فانت عشان انت يتم تحسينك لابد ان انت او انت تحسن من نفسك لابد انك انت تخضع تصرفاتك كلها للنقد الذاتي. طبعا. طيب اخد حضرتك لجزئيه تانية يا دكتور مصطفى، وهو الحقيقه يعني اداره الوقت. واداره الوقت ده احنا كلنا محتاجين ان احنا يعني نركز عليه بشكل قوي، ما بين طالب لست بيت لموظف لقائد سياره لازم اداره الوقت، لانه في مع عدم اداره الوقت في وقت كتير جدا بيهدر، وده بيبقى ليه تاثيره على الانجاز. وحضرتك إدارة الوقت طبعا احنا لو أشرنا إلى أهمية الوقت وإن هو أنت من الممكن تبقى أصلا في موقع الخسارة لو أنت أدركت إن وقتك يضيع. طيب. لأن زي ما بيقول الشاعر دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. لو أنت صحيح. أدركت مم. لأن أنت حياتك مجرد دقائق وثواني هي ما تضيعش إلا إذا كانت في شيء مهم. مم. وبعدين برضو لو أدركنا وأحسسنا المسؤولية إنك أنت لما يتقال لا تزول قدم عبد، دي مسؤولية بقى، مسؤولية دينية أو مسؤولية أخروية، بتقول لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، أحد مم. هذه الأربع عن عمره فيما أفناه. صحيح. فبالتالي بتدرك أهمية الوقت. أهمية الوقت مرتبط بإنك أنت لابد أن أنت تحدد أولوياتك. بمعنى أنك أنت احنا عندنا مهام كتيرة جدا، لكن من ضمن هذه المهام مم. أنك عاجلة أو المهم مم. لو أنت انشغلت بيها فبتؤدي إلى أنك أنت بتضيع وقتك بدون فايدة. أنت بتشعر أنك أنت بتشتغل لكن أنت ما بتشتغلش. أنا أتذكر أن يعني في منظومة اسمها أيزنهاور لإدارة الوقت، هو مقسمها إلى 4 مربعات. المربع الأول مهام عاجلة، في مهام عاجلة ومهام غير عاجلة، وفي مهام يعني مهمة وغير مهمة. مم. فالمهام المهمة العاجلة ده بيسميه مربع الطوارئ. دايما ان انت تشوف انت نوع المهام اللي عندك وتحطها او تصنفها. طبعا. اذا كانت في المربع الاول الخاص بالطوارئ اشتغلها. اه. إذا كانت المربع الثاني هي غير عاجلة ولكنها مهمة ده اسمه مربع التخطيط، مم. وبرضه دي اشتغلها بس اشتغلها بعد المربع الطوارئ. مم. اه. لكن في مربعين لا تقترب منهم أبدا، آه. المهام العاجلة وغير المهمة ده اسمه مربع الضياع. غير مهمة وغير عاجلة وده اسمه ده مربع الخداع ومربع الضياع مالكش دخل بيهم إطلاقا. اه. فطبقا لمصفوفة أيزنهاور لإدارة الوقت ممكن تحدد أولوياتك بشكل جيد. مم. في بعض رجال الأعمال المهمين جدا اللي هم ممكن وقتهم يساوي فلوس. يعني أنا أذكر في رجل أعمال اسمه آلين ماسك اخترع طريقة لإدارة الوقت هي خاصة بأنها اسمها بلوكينج تايم، اللي هي الوقت المغلق أو المقفول. مم. دي الطريقة دي بتقول إيه؟ لو أنت بتؤدي مهمة معينة فتغلق وقتك بهذه المهمة ولا تنظر إلى أي مهمة أخرى، اه، ده صحيح. بمعنى أنك أنت تشتغل مهمة واحدة بس. صحيح. صحيح. فدي بالنسبة لإدارة الوقت. فإدارة مم. الوقت مرتبط بإدارة الوقت وإدارة الأولويات. لما أنت ترتب أولوياتك بشكل جيد مم. وترتب مهامك حسب أولوياتك أو حسب تحقيق الأهداف اللي احنا بنقول عليها، الأهداف اللي أنت بتحطها عشان تنجزها يوميا، فأنت بتدير وقتك بشكل جيد فتبقى فيه هنا فاعلية شخصية. دكتور مصطفى، يعني التفاؤل وزرع الامل ده شيء طبعا مهم جدا في الشخصيه الفعالة. ده مرتبط جدا بحاجة اسمها الإيجابية. إن أنا بقى دايما أقول لك إيه حضرتك صلاح بيه، مم. آه، يعني ممكن تجد بعض الإعلام، احنا نضرب مثل بالإعلام بس. باعتبار إن أنتوا أحد قنوات الإعلام الموجودة، فتجد قناة دايما بتحمل المواطن كل البؤس والشقاء. فدي بتبقى بتثير عنده يعني حاجة إيه، بتقفل نفسه.
يعني بتذيع فيه السلبيات فقط، اه، المشاكل، كل الحاجات دي بتصدرها له، الشائعات. بتصدر له مم. حالة مزاجية مش مظبوطة إطلاقا، صحيح. ومطالب إن الإنسان يحسن من حالته المزاجية ويبقى إيجابي. احنا اه. قلنا الإيجابية دي هي في المجمل الأداة اللي بتخلي الإنسان بيتغلب على الكسل ويتغلب على كل الصفات السلبية، من أجل إنه بقى فعال ونشيط في المجتمع. وزي ما أنا قلت لحضرتك، يجب إن أنت إيه، يعني تبنى قصة إعادة صياغة المشاكل. آه. دايما الأمور اللي هي بتحدث لك توتر وقلق ومشاكل، بص لها من منظور آخر، حتى تغير مفهومك ليها بالنسبة لأنها موقف مقلق أو يدعو للتوتر. زي ما أنا ضربت لحضرتك مثل من شوية، بقول لك الحوار اللي دار بيني وبين شخص عزيز عليا، بيبقى ان مساحة الخلاف اللي بيننا زادت، مم. فقال لي ما هواش خلاف ولكنه تكامل. شوف بقى تحولت المشكلة من ايه، من ان ده تكامل مش خلاف، فمقبول هذا التكامل طبعا. يعني. دي برضه بالنسبة لصياغة المشاكل، انك انت ممكن تبقى ساكن في مكان مزدحم اه. بالمرور يعني، فتحول انك انت ممكن تستمتع بالوقت اللي انت بتتوقف فيه في الاشارة بانك انت تعمل اي حاجة. ده يبقى انا حولت المشكلة الى انها الى مصدر، انها تبقى مصدر سعادة بالنسبة لي. فاعادة صياغة المشاكل دي مهمة جدا، وان يتحول الانسان الى انسان ايجابي ده اكثر اهمية. والبعد عن كل السلبيين واللي هم بيؤدوا الى الاحباط، برضو دي من الصفات اللي هي بتخلي الانسان يعني ذو شخصية ايجابية. طيب، سمحت لي ناخد يعني يعني اتكلمنا عن الوقت وتنظيم الوقت، لكن ايضا التنظيم في العموم يعني احد اهم وابرز دوافع الشخصيه الفاعليه. هو حضرتك انا يمكن في مستهل الحلقة دي قلت لحضرتك ان ستيفن كوفي قال مم. ان الاهداف مجرد خيال او طموح، ايوه. ان لم يكن مسبوق بتخطيط يعني. مم. فالتنظيم هو تخطيط برضو، ان اه. انت تبقى انت انسان منظم. دي من السمات اللي تؤدي الى الفعالية الشخصية. ايضا من الممكن ان انا يعني مع المثابرة والتغلب على كل العقبات، لان الحياة ليست سوق خيري، زي ما حضرتك عارف الحياة مليانة بالعقبات. طبعا. فانت بقى من الاشخاص اللي ما تكونش سهل وتستسلم الى هذه العقبات، لابد ان انت تتغلب على هذه العقبات. يعني في حاجة كده بيسموها الانضباط الذاتي، اللي هو سيلف ديسبلين اكسرسايز، تمرين للانضباط الذاتي. مم. وعلى فكرة ده برضو ربنا سبحانه وتعالى هو عمل كده في الإنسان عشان يبقى، وده نوع من الانضباط الذاتي، إن أنت تصحى تصلي الفجر، بما لهذه الصلاة من إنها تكون بالليل وفي جو الشتاء بارد زي او دلوقتي، صحيح. وإن أنت بتتوضأ بمية باردة وتذهب إلى، ده مش معناه إن هو إن سبحانه وتعالى ده في حاجة دي أهم ما يسمى بالانضباط الذاتي، إنك أنت تؤدي عمل يشعرك هي مش مريح بالنسبة لك، زي بالظبط اللي بيصحى ياخد دش ساقع. مم. هو مش الفكرة فيها انه ياخد دش ساقع، لكن هو انا عايزه يتحمل صدمة الدش البارد، من اجل ان هو يبقى عمل حاجة اسمها الانضباط الذاتي، فيبقى على مدار اليوم شخص اكتف سو اكتف، بيأدي كل وظائفه بشكل فيه همة ونشاط، بيبقى مقبل على هذه الحياة. بس عكس شخص تاني من الممكن يقوم الساعة 12 كسلان ومش عارف وثلاثة يتحرك، وأربعة العصر كمان، مش وثلاثة وأربعة 12 بس، العصر. ده 12 ده بدري ف... بقى عند بعض الناس يعني. فأنا بدعو بعض الناس عشان يكون شخصية فعالة، اه. إنه يمارس حاجة اسمها الانضباط الذاتي. والانضباط الذاتي فيه أوجه كتير. ايوه. يعني احنا مثلا على سبيل المثال قلنا صلاة الفجر ماشي، وممكن تبقى مش صلاة الفجر، يعني ايه، حد يقوم ياخد زي ما احنا قلنا كده دش بارد، صدمة الدش البارد بتفيقك وبتخرجك الى انك انت تبقى اكثر نشاط، وبتبقى تمارس عندك الانضباط الذاتي. ممكن تقوم تؤدي عمل يعني هو انت مش حابه، زي عمل رياضي كده، لكن برضه بيشعرك بانك انت لو ده نوع من الانضباط الذاتي.
الانضباط الذاتي انك انت تكف عن انك انت تبلغ الناس بان انت لديك مشكلة، لان في كل مرة انت بتشكو فيها حالك للناس بتخبر نفسك ان انت ليست على ما يرام، يعني انت على حالة سيئة. وطبعا دي مش المفروض انها تبقى التغذية العكسية لنفسك. ادراكك لنفسك شكله انت مدرك لنفسك ان انت قادر على تحقيق كل امانيك، او ان انت مدرك لنفسك على انك انت تؤدي عمل بشكل جيد جدا. ودي الصورة الذهنية لنفسك عندك انت. يعني مثلا على سبيل المثال ايه، ممكن تكون الصورة الذهنية لنفسي ان انا بدين او تخين، او ان انا غير قادر على ان انا ادي تمرين رياضي، او ان انا غير قادر على ان انا ما عنديش ارادة يعني تمنعني ان انا اكف عن التدخين. أيوة. فدي الصورة الذهنية ليك، انا غير قادر. فحاول تخلي الصورة الذهنية ليك انك انت قادر على اداء هذا، ان انا شخص ايه اللي ينقصني في ان انا ابقى لما يكون عنده عزيمة عزيمة وإصرار. واراده او طبعا. اصرار. الانضباط الذاتي من خلال اليوم ان انت تكف عن عملية الالهاءات اللي هي التشتت الذهني، بانك انت بتجيلك اللي هي اشعارات الموبايل واشعارات الاجهزة الذكية، في رسائل جاية ليك على الواتس، رسائل جاية على الماسنجر، دي الهاءات. ودي عكس ما احنا قلنا ان انت المفروض تخصص وقت لمهمة واحدة، اللي هو ان انت تحجب الوقت لهذه المهمة دون المهام الاخرى. طب دي مشكلة كبيرة جدا بيقع فيها كلنا دلوقتي، أطفال وكبار وسيدات. يعني مسألة الفيسبوك دي بقى وقت طويل جدا بيتسرب من حياتنا ومن وقتنا، من على حساب إنتاجنا وعلى حساب حاجات كتيرة جدا يعني. ما احنا لو احنا زي ما قلنا كده ان انت فكرت نفسك بالمسؤولية الأخروية اللي بتقولك لا تزول قدم من عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أحد هذه الأربع، عن عن عمره عمري. فيما أفناه. صحيح. هل أنت أفنيت عمرك في إنك أنت تبقى على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال فيسبوك وتويتر وماسنجر صحيح. وما إلى ذلك؟ فلا بد إنك أنت عشان تمارس الانضباط الذاتي تقفل الهاءات دي، تقفل هذه دي الإشعارات. بتهدر طبعا الوقت، بتهدر، بتأثر على الإنتاج، بتأثر. حتى أنت لما بتسهر على الفيسبوك ثم تنام سويعات قليلة وبتقوم ما أنتش قادر تأدي عملك يعني. طيب دكتور، يعني حضرتك اتفضل في تعليق. لا اتفضل. حضرتك، من ضمن الحاجات اللي هي يعني بتنمي عندك عملية الانضباط الذاتي مم. انك انت تمارس عمل شاق زي عمل رياضي كده. هو غير مريح بالنسبة لك، لكن مردوده كبير جدا. مم. يعني مثلا من ضمن الاشياء اللي انا قريت فيها ان احد المليونيرات بيقول لك ان انا القرار الاصعب في حياتي ان انا اخد قرار بان انا اروح الجيم، لكن بعد ما اروح الجيم بحس بالفرق كبير جدا، وبعوض الوقت اللي انا فيه بان انا اربح اكثر مما تتخيل. مم. فده مكسب من كذا ناحية. من ناحية الصحة مكسب، من ناحية اعمال العقل مكسب تاني، من ناحية ان هو بقى صحيح وقادر على العمل بقى مكسب اخر. فشوف مجموعة المكاسب اللي حققها في سبيل ان هو خد قرار بالنسبة له في البداية كان غير مريح. ده صحيح. يعني شوف حضرتك، مم. لما تبقى انت عازم على ان انت تمارس رياضة والقرار صعب تاخده في ظل كسل، وبعدين تتجرأ او تتشجع في انك انت تاخد القرار، بعد ما ترجع من التمرين شوف الحالة النفسية اللي انت كنت فيها، يبقى انت سعيد باتخاذ هذا القرار. ده من ضمن الحاجة اسمها الارتباط او الانضباط الذاتي اللي احنا بنقوله، اللي بيخلي الشخص اكثر فعالية. تمام. طيب دكتور، يعني ممكن ده يكون آخر عنصر عندنا نتكلم فيه، هو القدرة على حل المشاكل بالنسبة للشخصية الفعالة. دي من ضمن إدارة الضغوط برضو. المشاكل أحد الضغوط التي تسبب التوتر أو القلق. مم. القدرة على حل المشاكل هو موجود إنك أنت تتبنى قصة إن أنت تعرف فين المشكلة. تحديد المشكلة هو نصف الحل كما يرى، ولكنك أنت طالما أنت حددت المشكلة وأنت بتضع حلول لها في حدود الممكن، وبتطبق هذه الحلول أو بتدرس هذه الحلول من حيث إمكانية التطبيق أيوة. وواقعيته، طبعا. فأنت وصلت إلى الحل ده. مم. كمان بعد ما تدرس أو بعد ما تحاول تطبيق الخطوة الثانية في حل المشكلة، بأنك أنت تدرس إمكانية التطبيق، حاجة بتراقب حاجة اسمها التغذية العكسية. إن أنا بالحل ده
قد يكون مردود الكلام او اللي انا بنفذه ده ايه على المشكله وعلى المحيطين بيا. ان لم تكن قادر على حل المشكله وشايف انها صعبه، جزأها، مش جزأها مشكله وغير قادر على تقديم هذه الحلول، اخرج عنها مؤقتا ثم عود الى هذه المشكله لتجد لها حل. فطبعا حل المشكلات واتخاذ القرار ده مهم جدا جدا، هيبقى يساعد على الفعالية الشخصية. احنا سعداء بوجود شخصية حضرتك معانا يا دكتور مصطفى، وشكرا جزيلا على هذا التوضيح. نتمنى ان الشخصية الفعالة ان شاء الله تكون في مجتمعاتنا كلها ان شاء الله. والله هو أنا من وجهة نظري الشخصية الفعالة بتفيد نفسها الأول قبل ما تفيد المجتمع. صحيح. ومن جماع هذه الشخصيات الفعالة بيتكون المجتمع الفعال اللي هو قادر على مواجهة التحديات اللي هي بتفرض على كل دول العالم. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. العفو يا فندم، متشكر جدا. بنشكر في نهاية الحلقة أستاذ الدكتور مصطفى عثمان الخبير التنموي على تواجده معنا الدائم في حلقات صباح السعيد. شكرا جزيلا لحضرتك مرة ثانية يا فندم. شكرا جزيلا. عفوا يا فندم، مع السلامة. مشاهدينا الكرام، أشكر حضراتكم حسن المتابعة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الصعيد، قناة مصر السابعة.